ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير دايما. واتمنى كده الحاجه اللي انا بقدمها تعجبكم ان شاء الله، ونكون عون وسند لبعض باذن الله. والحاجه اللي بقدمها تعجبكم لو بقدر بسيط باذن الله. النهارده راجعه لكم بطريقه ايه؟ بطريقه الجبنه القريش او الجبنه الفلاحي. طبعا اسعارها في السوق بقت خزعبليه شويه، من 60 ل 70 ل 75 وطالع. فطبعا انت لما تجيبي كيلو لبن او 2 كيلو او 3 كيلو او على حسب ما انت عايزه، ان شاء الله 20 كيلو، بتعملي في البيت كميات كبيرة وما بيكلفش معاكي غير تمن اللبن بس. تمن اللبن وصل مثلا قولي 28 30، فالكيلو بيعمل معاكي كام قطعة حلوين يعني. فأنا النهاردة جبت اللبن اهوت، وطبعا سخنت الحلة، لازم تسخنيها. وبعد كده بتفضي فيها اللبن وبتسيبيه يوم أو اتنين في الحر. بتسيبيه حوالي يوم كده. لو الجو حر قوي بيعمل معاكي بيجبن معاكي زي ما انت شايفه. طبعا في ناس بتحط له اللي هي المنفعه دي. انا بصراحه ما بحطش لا منفعه ولا بحط حاجه، زي ما انتم شايفين كده. انا عاملاه بقاله يومين اهوت في الحله، وهنشوف هنعمل ايه مع بعض دلوقتي. ماشي. طبعا اللبن المعلب عمره ما هينفع معاكي. بتجيبي اللبن اللي هو اللي عند بتاع اللبن اللبان، اللي بيبيع الجبنة والزبادي والقشطة والحاجات دي، لأنه بيكون لبن بخيره. فطبعا لما بيكون لبن بخيره انت بتاخدي من على وشه القشطة زي ما انتوا شايفين كده اهي. جميلة جدا بصراحة، روعة. انا سايباه يومين عشان آه، يبقى ايه، الجبنه تبقى كويسه، يعني ما تبقاش الجبنه ميه معاكي. بصوا القشطه زي ما انتوا شايفين كده. طبعا ده اللبن اللي الفلاحين بيعملوه، هما طبعا اللي عندهم منفعه ولا عندهم الكلام ده. وانا برضو مش بحط ايه منفعه، انا مروباه مع نفسه. يا دوبك سخنت الحله بس، وزي ما انتوا شايفين كده الله اكبر. القشطه حلوه جدا. انا برضو هحاول ما اخدش القشطه بحالها عشان اسيب منها حبه لايه، للجبنه تخلي ليها طعم. طبعا القشطه دي ممكن تعملي منها فطير، ممكن تعملي منها تاكليها على عسل، على قشطه، على مربات، زي ما انت عايزه. الله اكبر يعني ال الكميه حلوه، يعني كميه القشطه الله اكبر عليها. طبعا والله العظيم انا محطه له اي اضافات، انا مش حاطه حاجه خالص. في ناس بتجيب منفعه من عند العطار او من عند اي حد بتاع اللي هو بتاع ايه ده، اللهم صل على سيدنا محمد، البيطري. طبعا عشان يجبن معاكي كده، انما هو الله اكبر عليه مجبن لوحده اهو. هنعمل دلوقتي الجبنه مع بعض، وهنشوف الكميه دي هتعمل معانا قد ايه. هحاول برضو انا ماخدش القشطه بحالها. اه ليه بقى ما تاخديش القشطه بحالها؟ عشان تعمل معاكي طعم برضو للجبنه. في كده جبنه قريش تاكلها تقولي الله على جمالها. بيبقى اصحابها عاملين سايبين اللبن بخيره وبيضربوه في قلب بعض. اه زي ما انتوا شايفين كده، ادي اللبن اهو. بصوا اه. طبعا انا هعمله كده عشان احط عليه ملح. الملح اهو. ادي كميه القشطه اللي طلعت، شايفين كميه قد ايه؟ الله اكبر عليها. على حسب بقى عدد كيلوات اللبن اللي انت جايباها دي، كيلو 2 كيلو 200 كيلو زي ما انت عايزه. تمام. ادي القشطه اهي طلعناها، وادي اللبن اهو زي ما انتم شايفين. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنحط الملح. طبعا انا مش هكتر ملح،
معلقتين او معلقتين وهبابه كده على الكميه دي. ماشي. وهنقلب بقى تقليب. بصوا طبعا انا هشيل حته كده للي عايز ياكل. بصوا صلاه النبي زي الزبادي بالظبط. بصوا الله اكبر عليه، الله اكبر، اللهم صل على النبي. ايه رايكم؟ جميله بجد. بتقلبي بقى كده اهو. ده بقى الشرش بتاعها اهو. ما بتقلبيش قوي طبعا. ماشي، عشان ما يسرقش تاني منك اهو كده. خلاص كفايه قوي. هنجيب بقى الحصيره بتاعتنا. طبعا انا شاريه الحصيره من السوق. ماشي، عشان ايه تطلع زي اللي احنا بنجيبها من السوق بالظبط. هنرجع تاني مع بعض حبايبي. دي بصوا الحصيره القشطه اللي احنا شلناها من على وش اللبن. ممكن تسيبيها لو مش بتستعمليها، مش بتاكليها او اي حاجه، تعملي فيها تعملي بيها سمنه اللي هي الزبده الفلاحي بتاعتنا. طبعا احنا حطينا ملح على اللبن وقلبناه. هنعمل ايه دلوقتي؟ طبعا انا حاطه صواني تحت الحصيره دي عشان الشرش اللي هينزل. الشرش اللي هينزل طبعا مش بترميه، انت بتحتاجيه برضو، بتخبزي بيه، بتعملي بيه، تحطيه على المش برضو. دي ايه بتستفادي منه. الحصيره طبعا حاطه طبعا حاجات تحت الحصيره علشان ما الشرش ما ينزلش على الارض اهو زي ما انتم شايفين كده. الله اكبر عليه، هو بصراحه حلو جدا. يعني انا بحاول بقدر الامكان ان انا استفاد بكل حبه شرش نازلين، لانه برضو خير، يعني ما ينفعش يقع. هرجع لكم تاني يا حبايبي. حبايبي بصوا رجعت لكم اهو اللبن زي ما انتم شايفين. وده الشرش اهو. بصوا اهو تمام. ادي انا حاطه تحتي صينيه وصينيه عشان برضو استفاد بقدر الامكان من الشرش. ماشي، فانتوا زي ما انتوا شايفين كده بتضميها على بعضها كده اهو. ماشي. وفي ناس بتحط تحتيها عليها تقل، انا ولا احط تقل ولا اي حاجه. هقوم لماها كده اهوت على بعضها زي ما انتوا شايفين كده، واسيبها زي ما هي كده. وكل شويه احركها عشان عشان الشرش اما تصفي خالص 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 الشرش هتبصي تلاقيها جمدت. وبقت ايه الحصيره عملت فيها الخطوط بتاعت ايه بتاعت الجبنه زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. ادي اهي. وانا ان شاء الله اما هي تجمد انا هوريها لكم باذن الله. طبعا حاطين عليها ملح اهو. بصوا لسه بتنزل ميه. طبعا هتقعد تنزل ميه كده، ممكن يوم، ممكن يومين، ممكن ساعه، ساعتين، على حسب ما تخلص الميه بتاعتها اهي. لسه اهي شايفين. ماشي حبايبي، حاجه انت عاملاها بايديك ومضمونه وحاجه كويسه جدا. وان شاء الله هوريها لكم لما تخلص تصفيه الشرش ديت وتجمد. هوريها لكم ان شاء الله. حبايبي رجعت لكم. طبعا احنا عاملين الجبنه من الصبح، دلوقتي احنا بالليل، يعني ما خدتش يوم ولا حاجه اهو. زي ما انتم شايفين ما بقاش في ميه اهو. ماشي، شرش يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رايكم؟ جمدت اهي. انا مش عايزاها تنشف قوي يعني. اللي هتنشف قوي دي بقى بتحط لها ملح وبتحطيها يوم وكده، انما هي كده اهي معايا تمام ومية مية اهي.
رأيكم؟ هنقطعها بقى مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هي اصلا الحصيرة محددة تقطعيها ازاي. اهي اهي، ايه رأيكم؟ اهي، شايفين الحتت حلوة ازاي؟ دي كبيرة شوية علشان دي بداية الايه، اللبن. طعمها روعة. ايه رأيكم في الخلطة؟ طعمها جميل جدا جدا جدا. ادي الجبنة الفلاحي في البيت، مفيهاش اي حاجة، معمولة زي الفل، نظيفة، ما خدتش يوم. انا عاملاها من الصبح، احنا دلوقتي بالليل، وبقطعها اهي زي ما انتوا شايفين. ماشي. عندي بس حاجة في التليفون اهو. جميلة، جميلة جدا جدا اهي، زي ما انتوا شايفين جميلة، معمولة على ايدك ونضيفة. دول كده اهو. ادي الجبنة القريش بتاعة الحصيرة، معمولة في البيت، روعة وزي الفل. وادي الحصيرة اهي، الحتت دي طبعا خير من عند ربنا اهو. عايزاكم تجربوها بالطريقة دي، طبعا كلنا اساتذة وعارفين. اهو يا حبايبي، ادي الجبنة القريش بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده، معمولة نضيفة زي الفل اهي. ادي الحتة جامدة اهي. عايزة بقى تحطيها في المش، تقومي رش عليها تقومي رش عليها ملح، وتسيبيها بقى يومين ثلاثة، هترجع تصفي الشرش بتاعها تاني، وتبقى جامدة شوية. وبعد كده تقومي حطها في ايه، في ال في المش. انما كده هتتاكل حبة طحينة، حبة طماطم، حبة خيار، هتبقى جميلة جدا جدا. وانت عاملاها في البيت وعارفة انت عاملة ايه، وجربوها بالطريقة دي وقولوا لي رأيكم. وبألف هنا وشفا على اللي شاف واللي هياكل ان شاء الله. واتمنى تجربوها بطريقة عزة، واقول لكم بألف هنا وشفا. وقولوا لي رأيكم في الكومنتات ايه. مع السلامة حبايبي، مطبخ عزة ان شاء الله. حبايبي رجعت لكم بعد الجبنه او اللبن اللي احنا حاطينه في الحصيره ما بطل ينزل ميته اهو، زي ما انتم شايفين كده. طبعا الشرش دوت انا هشيله في علبه او في كيس في الفريزر لحين ما تبقي عايزه تستخدميه مع معجنات، بيبقى حلو قوي، مع قرص، مع رقيش، بيبقى كويس جدا. فانتوا زي ما انتم شايفين اهو اهو. ماشي. دلوقتي بقى هنشوف اخبار الجبنه ايه. طبعا هي لسه، انا بوريها لكم ان هي في كل مرحله اهو. طبعا هي لسه ما حصلهاش اي حاجه، لسه ما جمدتش زي ما انتوا شايفين كده اهي. لسه بتخر برضو ميه مهما كان، ولسه ما جمدتش خالص خالص. فانا دلوقتي بوريها لكم عشان هنشيل الشرش ده من تحتها، وهي بقى ايه تكمل بقيه السوا، قصدي بقيه الجمدان بتاعها زي ما هي عايزه. وان شاء الله اما اخرطها هوريها لكم، وهنشوف وصلت لحد فين باذن الله.